السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم راح ندير معكم المبرجة، نوع من انواع الحلويات الجزائرية التقليدية. راح نعطيكم التفاصيل وطريقة التحضير، ونعطيكم السر باش تجيكم طرية وتقعد لكم مدة اطول. نبدأ على بركة الله. راح نحتاج 3 كيلات سميد يكون متوسط. راح ندير الكيلة الاولى، نزيدو الكيلة الثانية والكيلة الثالثة، نضيف نصف كيلة فرينة. نخلط المواد الجافة، نضيف ملعقة ملح، ملعقة سكر باش تعطينا هذاك اللون الذهبي. نعاود نخلط المواد الجافة. راح نحتاج كيلة إلا ربع سمن، ونكملوا الكيلة بالزيت. كما قلنا راح نعاود لكم المكونات. راح نحتاج 3 كيلات سميد خشن، نصف كيلة فرينة، كيلة سمن إلا ربع نضيفوا لها الزيت والسكر والملح ما نساوهمش. نضيف الكيلة كاملة ونبسوها بواسطة اليد. ندخل هذاك السمن مليح في السميد وخليه هكذا حتى يتشرب، ونروحوا نوجدوا الحشو مع بعض. راح نحتاج في الحشو رطل تمر او قرص كما نقولوا، نقيه مليح ونحلو هذيك العلفة. راح نضيف ملعقة كبيرة زبدة، نصف ملعقة صغيرة قرفة. نعجنوا القرص مع الزبدة هكذا بشوية. شوفوا القرص تاعي انا هاو طري ماشي ناشف. اذا حسيتي به ناشف ممكن تضيفي له ملعقة ماء الزهر او الماء. نعجنه شوية شوية هكذا حتى نتحصل على حشو يكون طري بهذا الشكل. انا نحتاج هذه النتيجة. بعد ما خليت العجين ارتاح لمدة ربع ساعة، راح نجيب الماء، نضيف له قليل من ماء الزهر ونلم العجين. نحاول نلم فقط ما نعجنهاش بهذه الطريقة، اطراف الاصابع فقط. ونلمو هكذا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية وبهذا الشكل. وشوفوا القوام تاعها كيفاش راه داير هكذا. لازم تكون طرية بزاف لخاطرش راح تنشف. راح نحتاج ورق الشفاف، نحط عليه قليل من الحشو بهذا الشكل، ونعاود نغطيه من الفوق. نحل الحشو بواسطة الحلال، نحلوه على شكل مربع او مستطيل. نعاود نقلب من جهة ثانية ونعاود نحل. ورق الشفاف راح يساعدنا بزاف كي نعودو نقلبو فيها. نشوفوا انا راح خليتها بهذا السمك. نجيبو قليل من العجين، نحلوه بهذا الشكل بنفس الحجم تاع الحشو هكذا. نسوي الجوانب ونحط الحشو كطبقة ثانية فوق العجين. نسوي الجوانب باش ما يجيناش الحشو خارج على العجين بهذا الشكل. نجيبوا عجينة ثانية انا حليتها بنفس الطريقة،
حليتها على ورق الشفاف باش تساعدني كي نكون نهز فيها. نسوي الجوانب هكذا بهذا الشكل. نكملوا نحلوها بالحلال بهذا الشكل حتى نتحصلوا على السمك اللي نحتاجوه. نسوي الجوانب ونكمل بالحلال. السمك هنا راح يكون من 1 ل 2 سنتيم. انا راح نزيد نحل، راح نخليها حوالي 1 سنتيم، منحبهاش خشينة بزاف. نجيب سكين نقسمو العجين، نقسموه بهذا الشكل او اي شكل حبيتوه. راح نقطع كامل الكمية اللي عندي ونروح نكملوا بقية العجين بنفس الطريقة. شوفوا كيفاش جانا العجين، جينا الحبة ما شاء الله، الحشو جاناها وباين. انا هنا ديجا نكون سخنت الطاجين تاعي خليته على نار قليله، راح نطيبها من تحت ونعاود نقلبوها من الجهه الثانيه. بعد ما درت المبرجه تاعي في الطاجين راح نخليها حتى نتحمر مليح ونقلبها من الجهه الثانيه. راح نخلوها تكمل الطياب ونلتقي في صحن التقديم. هايليكم برجة بعد ما كملت الطياب ودات هذاك اللون الذهبي، جاتنا ما شاء الله محمرة ومبسة من داخل. شوفوا كيفاش جات، تقدروا تحتفظوا بها مدة طويلة. ان شاء الله فيديو يكون نال اعجابكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. نلتقي في فيديو اخر، مع السلامة.